السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة وب25 جنيه هنعمل افخم تورتاية زي اللي بتتعرض في المحلات بالظبط، والنتيجة مضمونة في 100%. التورتاية دي انا شفتها وقلدتها. التورتاية دي ما تقلش عن 90 جنيه او 100 جنيه، وحجم اصغر من كده النهاردة عملتها لكم ب25 جنيه، وحجمها كبير واقتصادية جدا جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن صحة وبأحسن حال. النهاردة بإذن الله كده هنعمل كيك السبونج بإذن الله بطريقة ناجحة، وهيطلع معاكي هش وجميل ومرتفع بإذن الله. والمكونات عندي هنا 7 بيضات كبار، ممكن تخليهم 8 لو كانوا صغيرين أو وسط. ال8 بيضات فصلت البياض هنا لوحده والصفار هنا لوحده، ومعايا كوباية من السكر، كوباية كبيرة. وهبدأ احط نص الكوباية من السكر هنا، والنص التاني في الصفار. تمام هنا عشان بس ايه ما حطيتش النص كامل. وهبدأ واحط كمان معلقة من الخل هنا، ومعلقة من الخل هنا. وهبدأ في ضرب البياض الاول. هضرب البياض لحد ما يبقى كده هش وكده وكريمي خالص وفاتح، وبعد كده ابقى اضرب الصفار. هنا يا حبايبي ضربت المارينج لحد ما عمل فوم معانا كده وبيض خالص وبقي بالشكل ده. عايزه اقول لكم حاجه، ان هو ما جمدش بنسبه 100%. فانا عملت ايه؟ رحت ضفت له في المارينج عشان يجمد معاه ويمسك نفسه وحافظ على الفوم اللي هو فيه. ضفت له نص كوبايه صغيره زيت، يعني المج اللي انا عايرت بيه ده حطيت اقل من نصه. تمام، زيت في المارينج وضربتها معاه. وضربت كمان صفار البيض لحد ما بيض كده وفتح معانا وعمل فوم برضو. هنخلط دلوقتي الصفار على البياض، الصفار على البيض مش البيض على الصفار. هنخلطه ونقلبه كده بالتدريجي من فوق لتحت في حركة دائرية بالمعلقة السيليكون او بالسباتيولا لحد ايه ما يدينا يمتزج خالص مع بعض. في المرحلة دي انا هعمل ايه؟ هعير كوباية كاملة من المج اللي انا عيرت بيه من الاول دقيق، وعليه كيس بيكنج باودر، كيك شيف بيكنج باودر اللي تفضليه. وهنخله 3 نخلات. هنخل كوباية الدقيق بالبيكنج باودر 3 نخلات عشان تتملي هوا معايا خالص، وتطلع ان شاء الله باذن الله الكيكه معانا هشه وجميله وخفيفه. هتقولي لي انت ما حطيتش فانيليا في الاول في المارينج او يعني في الخليط بتاع الكيكه في الاول اللي هو البيض. انا حطيت معلقه خل ممكن تكفي، لان انا مش متوفر معايا دلوقتي فانيليا. وممكن تستغنى عن الفانيليا خالص طالما انت حاطه خل. بس كده هجيب كوبايه الدقيق وابدا انخلها 3 نخلات مع كيس البيكنج باودر علشان اخلط كل الخليط، وبعد كده في صينيه متوسطه واحطها في الفرن. طبعا انا مشغله الفرن قبل ما اشتغل في اي حاجه. بدات شغلتها علشان تسخن، وجبت صينيه وسط مقاس 24 او اقل من 24، صينيه صغيره يعني في المقاس ده. وهدهنها بالسمنه واجلسها بالدقيق، يعني اعفرها بالدقيق. وبعد كده احط فيها الخليط بتاعي واحطها في الفرن على درجه حراره متوسطه، على درجه 180 درجه. وهنا يا حبايبي بعد ما مزجت الصفار البيض مع البياض، مسكته بحركه دائريه كده بحيث اني ما اخرجش منه الهواء دلوقتي لحد ما امتزج خالص. ونخلت كمان الدقيق مع كيس الكيك شيف اهو، كيس البيكنج باودر اللي هو الكيك شيف ده، مزجته وغربلته او حللته 3 مرات.
هضيف معلقتين من الدقيق واقلب برضو بحركة دائرية من فوق لتحت لحد ما الدقيق يختفي. هعملهم واحدة واحدة لغاية ما اخلص كمية الدقيق خالص واوريكم القوام النهائي. بعد يا حبايبي ما خلطتها وبقيت بالشكل ده، بصوا عاملة زي الخيط ومزجتها كويس. طبعا عفرت الصينية، دهنتها بسمنة وعفرتها بدقيق. هنزل بالخليط بتاعي في الصينية وادخلها الفرن. ودي شكلها بعد ما خرجت من الفرن، مرتفعة وهشة وجميلة جدا جدا. جربوها يا بنات بطريقتي، بإذن الله كده هتطلع معاكي ناجحة 100%. طبعا بعد ما خرجت من الفرن عملتها على ديسكين، ممكن تقسميها على 3 طبقات، بس انا عملتها على طبقتين فقط. حطيت في النص حشوة كريمة وجلستها من بره، غلفتها بالكريمة وبدأت ازوقها بالنتيجة النهائية اللي انتوا هتشوفوها دي بأقل امكانيات. يدوبك جبت الشوكولاتة اللي زينت بيها التورتاية ب5 جنيه. يعني انا كنت جايبه باكو ب10 جنيه، ما خدتش منه غير اقل من نصه كمان. غلفت بيه التورتايه، زوقتها على الجناب زي ما انتوا شايفين كده. تسيحيها على بخار ميه وتبدأي بالمعلقه تحطي كده حوالين داير في التورتايه بعد ما تزينها بالكريمه، تديك المنظر اللي هي كأنها كده الشوكولاته سايله من التورتايه. وكيس الكريمة اللي عملت بيه ب10 جنيه، كيس كريمة جبت ب10 جنيه كريمة خام، وجبت ال7 بيضات اللي عملت بيهم التورتاية ب10 جنيه. والشوكولاتاية احنا اخدنا نصها، هي الباكو ب10 جنيه، انا اخدت نصه ب5 جنيه. كل المكونات كلفتنا 25 جنيه. طبعا اكيد بيبقى موجود عندنا دقيق في البيت، والحبة الزيت بيبقى موجودين، ونقطة الخل والتزويق. انا حبيت اقلدها بالظبط زي اللي شفتها ب100 جنيه علشان اطلعها بنفس النتيجة بالظبط، والارتفاع والزواق واكيد الطعم. يا رب الفيديو بتاعي يعجبكم، ما تنسوناش في الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وطبعا اللايك علشان تدعموا. ويا ريت اي حاجة تشوفوها ما تستصعبوهاش، تحدوا نفسكم واعملوا زيها بالظبط. طول ما انت متأكدة ان انت هتعملي الحاجة وهتطلعيها احسن من اللي بتشوفيها كمان، ثقة ان انت هتوصلي للنتيجة المطلوبة بالظبط. ان شاء الله باذن الله جربوها، واللي جربها قول النتيجه بتاعتها في التعليقات. وتنسوش كمان هعمل لكم بسبوسه بس في فيديو وحديها بالشوكولاته على طريقه صدفه جاد. طبعا ما سلمتش، لازم تداق. طعمها تحفه تحفه، طريقه فعلا فعلا مضمونه 100%. انا عملتها بكذا طريقه ليكم، فشفت الفيديو بتاع صدفه فعجبتني النتيجه فقلت اجربها، والحمد لله طلعت النتيجه ممتازه. انتظروني في الفيديو القادم ان شاء الله باذن الله، هقول لكم طريقه عمل البسبوسه ناجحه 100%. عايزه اقول لكم ان البسبوسه دي بسبوسه عملاقه جدا، عاملاها في صينيه حوالي مقاس حوالي حاجه و40 او 50 سنتي. بسبوسه عملاقه، عملتها باقل من كيلو سميد. ان شاء الله باذن الله انتظروني في الفيديو القادم باذن الله. هقدم لكم طريقه عمل البسبوسه بطريقه صدفه جاد. زوقيها بالشوكولاته، زوقيها بالقشطه، زوقيها بالجوز الهند، زوقيها بالفستق، زوقيها باللي تحبيه. ممكن تزوقيها زي كده بعد ما شربتها بالشربات، حطيت لها جوز هند ومشيت عليها كده بالشوكولاته عشان ما تبقاش تقيله قوي للي هياكل منها. طبعا انا عملت الحلويات دي بمناسبة عيد ميلاد بنتي. طبعا في كمان نوع حلو في 5 دقايق غير البسبوسة، ممكن تعمليه لو مزنوقة في 5 دقايق هتعمليه، مش هياخد منك وقت نهائيا ولا مجهود. برضو الفيديو ده انتظروه بعد فيديو البسبوسة باذن الله. هقدم لكم شغل جامد جدا هيعجبكم، وباذن الله كده هينال رضاكم. طرق مبتكرة وسريعة. انا عارفة طبعا ان اغلب الستات بتبقى مزنوقة في المطبخ وما عندهاش وقت تعمل اصناف حلويات كتير، بالذات لو كان عندها عزايم. ان شاء الله باذن الله انتظروا مني كل ما هو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.